3 مزايا مهمين جدًا في الموبايل بتاعك، وأول ميزة فيهم وهي وضع راحة العين. ده الطبيعي إن الشاشة بتكون عادية، أول ما بتشغله بتلاقي الألوان مالت للون الأصفر، لو دوست عليه دوسة مطولة بتقدر تتحكم في درجة الصفار بتاعته عشان ما يخليش الألوان فاتحة أوي، فزي ما تقول كده تعمل جفاف لعينك. ممكن تتحكم في كل الألوان أو ممكن تتحكم في الأبيض والأسود ألوان معينة فقط، كمان ممكن تتحكم أساسًا في الوقت اللي هيشتغل فيه لو أنت مثلًا بتشتغل في وقت محدد. تاني ميزة معانا لو أنت بتحب تشتغل ومش عايز يكون إزعاج حواليك أو notifications أو رسايل كتيرة أو كده، فأنت بتشغل وضع اسمه عدم الإزعاج. أول ما يشتغل ما فيش أي إشعارات هتجيلك. ممكن تتحكم فيه كمان بالدوسة المطولة، تقدر تحدد وقت معين ليه، تقدر تحدد التطبيقات أو الإشعارات اللي تجيلك منها notifications، تقدر تحدد المكالمات اللي تجيلك، ففي كذا حاجة بصراحة. تالت ميزة معانا وهي وضع التركيز. ده لو انا مثلا بشتغل او بذاكر عايز اقعد فتره مطوله من غير تطبيقات ومن غير اي حاجه، من غير اشعارات، من غير مكالمات، من غير كل ده، بدوس على هنا وبحدد الوقت اللي انا عايزه زي كده مثلا 40 دقيقه ان هذاكر وادوس البدء. اول ما بدوس كده ما اقدرش اخرج من التطبيق ولا اعمل اي حاجه في التليفون. بصوا مش قادر اعمل اي حاجه في التليفون لحد ما ال40 دقيقه تخلص. فدي ميزه حلوه جدا للطلبه اللي بيذاكروا، اللي مش عايزين يكون حواليهم اي دوشه او اي مكالمات او اي حاجه تجيلهم. التليفون زي الحديده ما بيشتغل، اول ما بتخلص بينتهي على طول 40 دقيقه بيروح فاصل كل ده. او لو انت عايز تقفل من بدري بتدوس على خروج وبتطلع التليفون شغال اهو عادي جدا. بس لو انت زهقان من الموبايل بتاعك ومش لاقي حاجه جديده تعملها، فانا هقول لك على